الفيديو تاع اليوم راهي الناس اللي حابة تخدم في ألمانيا ماشي الناس اللي حابة تقرا في ألمانيا، أوكي. مازال راح يجوا بزاف من الفيديوهات للناس اللي تحب تقرا. أوكي لقيت عمل هذا عندك 60,000 عندك 70,000 شحال منها راح تروح للتاكسز؟ في ال60 وال70 الناس اللي عندها الماسترز وعندهم يخدموا في مجال مليح، طب سوفت وير ديفلوبرز، بزنس اناليتكس اللي يخدموا في الاف بي ان اي، يخدموا فاينانس بزنس بارتنرز، هذوك الفيلدز ستارتينج سالاريز تاعك راح يكون من 60 حتى ل 75,000. كاين اللي يبدا من 45,000 حتى ل 60,000، في الميادين الاخرى يبداو من 45,000 حتى ل 60,000. ودي فوا كاين شركات تدفع بين ال 45,000 حتى ل 60,000 للجونيورز مان في السوفت وير ديفلوبمنت و ثينجز لايك ذات. بصح انا نقول لك الجود كومبانيز معناها الشركات الملاح في المانيا راح يخلصوا الجونيورز بين 60 حتى ل 75. كبديت تعمل معناها مع الشركه هذه شفت 60,000 هاو ماتش من هذيك 60,000 منها راح تروح للضرائب عندك 42%. تقدر تقول بين 40 42%، ما رانيش متاكد اكزاكتلي من الرقم هذا، بصح نقدر نعطيكم مثال حسبته قبل ما نبدا هذا الفيديو. راح تروح ضرائب. واذا كنت تدخل المدخول تاعك في العام تحت ال 11,000 كيما لي زيتيديون في العام تحت ال 11,000 ما راح تخلص حتى ضرائب. من بعد تخلص 20% للمينيموم ويج جوبز، من بعد 30%، من بعد الناس اللي تخلص مليح تخلص نسبة ضرائب 40%. يعني إذا كنت تدخل 60,000 في العام، هذيك 60,000 في العام راح تبقى لك منها 3,124 أورو. كاين دول في أوروبا باي ذا واي في سكاندينيفيان كونتريز اللي يخلصوا مور تاكسس على ألمانيا. اي ثينك ما في أوروبا معناها كاين بزاف دول يخلصوا مور تاكسس من ألمانيا، بس ألمانيا معناها تخلص هذا 42%. نحكيو على ألمانيا اليوم. أول حاجة من 42% هذه تدخل فيها الهيلث انشورنس، 10% من السالير تاعك توتال راح تكون الهيلث انشورنس، اوكي. هذيك ال 10% الهيلث انشورنس وش فيها؟ معناها كي تروح للطبيب بريفي كلينيك دازنت ماتر اني طبيب تروح له هنا تمد لهم الهيلث انشورنس كارد تاعك وما تخلصش حق الفيزيتس. فيها ثاني الادويه، الجماعه اللي عندهم امراض كرونيك واللي عندهم امراض وهذيك حتى في الدواء الناس فار اكزومبل انا عندي الرجي، راني ندير في الرجيك تريتمون تاع الرجي تاع تروازون. الدواء هذاك غالي بزاف، كوستي واحد 300 يورو كنت تشريه زعما بلا سيرونس، مي انا نخلص عليه 5 يوروز 5 نخلص 5 اورو، بين 5 10 اورو سا ديبون شحال كبيره الباط. دونك هذه حاجه راكم فهمتوها، لا سيرونس ميديكال مليحه بزاف. الا مرض، الا درت اوبيراسيون في السبيطار، درت حاجه فهمت ما تعرفش هذه دنيا، قادر الا مرضت وقعدوا يشدوك في السبيطار قادر تجيك انفويس تاع 15,000 يورو ولا 10,000 يورو في بلاد اخرى اللي ماكش تدفع فيها في التاكس. بصح هنا في المانيا لاسيرونس ميديكال تكوفري كاع هذا الكوست، حتى الامبيلانس اللي تهزك من الدار وتوصلك للسبيطار كوفرت في الهيلث انشورنس، اوكي. حكينا على الهيلث انشورنس اللي داخله في الصالير تاعك واللي كومبولسوري، معناها الناس الكل تخلصها في المانيا هذيك 10%، اوكي. 10 9% يخلص الامبلوير تاعك منها شوي وانت تخلص منها واحد 10% من الصالح، حتى الامبلوير تاعك راح يخلص منها. ثم تدي بزاف الادفانتج والبينيفيتس من 10% اللي تخلصها. دير حسابك باللي هذيك 10% اللي راك تخلص راح تاثيري ثاني باللي كان يونيفرسال هيلث كير، معناها الناس بكل في المانيا تتلقى العلاج. حاجه دوزيام مع unemployment pension، هذه حاجه تخلصها من الصالير تاعك الجروس، وهذه كاع يخلصوها. هذه واش دير انت كي تخدم عامين 3 سنين في المانيا الشركه تاعك ديكلارات فايت بعثوك تروح، ولا مام الا ما ديكلاراتش فايت وحبوا يديروا داون سايزينغ ولا ماس لاي اوف ولا تخدم في كول سنترز، وفي الكول سنترز عادوا يديروا اي اي بوت دي بروفايد زعما السيرفيسز للكاستمرز تاعهم and you got affected got laid off. الاجنتوا في اربايت ولا التاكس هذاك اللي كنت تخلصوا على الانيمبلويمنت بنشن راح يعطيك واحد المينيموم ويج سالاري لايك بتوين 1900 حتى 2400 صا ديبون شحال كنت تساهم، مي السقف تاعها جو بونس 2400 وحاجه. هذاك راح يخليك تعيش حتى تعيش مده سا ديبون شحال الى ساهمت المده اللي ساهمت فيها حتى تلقى عمل وهما يخلصوا. دونك الا كانت انت حاجه لك مهمه هذه ما تعرف يو نيفر نو، اوكي. قادر يو جيت تراست مي، نعرف بزاف ناس ملاح في الدومين تاعهم وملاح في الاخر والشركات اللي كانوا فيهم ديكلاراو فايد، باسكو هنا كاين بزاف ستارت ابس، كاين بزاف كومبانيز اللي مازال راهم ماهمش بروفيتابل قادرين يصرى ريستراكتورينغ وتكون افكتد. هنا في المانيا راك محمي من هذا الشيء، قانونيا محمي، اوكي. حاجه التروازيام اللي داخله في حكينا عليها هي باينه لايك ريتايرمنت بنشن ولا لا ريتريت، اوكي. كي تدي التقاعد تاعك في المانيا باينه راك كنت تساهم في صندوق الضمان الاجتماعي، معناها كي تتخرج كي تكبر ويو ريتايرد then you are covered، راح تخلص هذا. كاين دول تلقى فيهم الصالير اللي تاخذوا
هما يحبوك دير هاد الحوايج ديرهم برايفتلي يو مانج ذم، فهمت؟ دونك يو دونت ما كانش كيما حنا حبا. ممكن حنا في الجزائر عندنا سيستم يشبه تاع المانيا هكا، بصح كاين بزاف ناس ما على بالهمش بهاد الامور، دونك لازمك تعرفهم انت. اوكي سو الثاني عندك 10% او 9% من السالري تاعك راح تروح لهذا. هذه كاع داخله في الباكج تاع 42%. هذا كاع الباكج تاع 42% راهو داخل فيه كاع هاد الحوايج اللي راني نقول لك فيه. مثلا عندك الضمان اللي تخلصوا، الضرائب اللي تخلصهم كيما نقولوا حنا باش تقدم الخدمات باش ينظفوا الشوارع اللي راك ساكن فيهم، تاع السيفتي، تاع حتى التعليم المجاني يا جماعه. الا كنت انت عايش في المانيا وعندك اولاد ولا راك جايب اولادك، راك تخلص هذوك التاكسز، بصح الاولاد تاعك راح يتلقاو تعليم مجاني. هذه حاجه مهمه بزاف، معناها هنايا في المانيا التعليم مجاني. دونك تخلص التاكسز هذوك، ولكن غدوه نفترضوا انت غدوه راك جيت لالمانيا، دونك الحاجه اللي لازمك تعرفها انه التعليم هنا في المانيا تعليم مجاني. كي لا تخمم في ولادك في المستقبل راح يقراو في احسن الجامعات في العالم والتعليم تاعهم راح يكون مجاني. بس دركا لازم نرجعوا للموضوع المهم، ولا هو انه اسكو كي نحي هذيك 42%. مثلا الا كنت نخلص 60,000 في العام، شفت الجروس سالري تاعي 60,000 في العام وبقات لك 3100، اسكو 3100 هذيك تكفيني باش نعيش؟ تكفيك ياسر باش تعيش، معناها 3100 راح تكفيك. بالنسبه لي انا شخصيا نقول باللي 3000 وفوق 3700 3800 تبدا تكون تعيش اكثر راحه، وتقدر تسيفي بزاف دراهم. ولكن اذا كنت بين 2400 حتى 3100 راح تقدر تعيش حياه مليحه، provided that راك عايش في ماكش تخلص بزاف في الكرا. والكرا راهو ديبيندز، تقدر تخلص بين 600 اورو حتى 3000 حتى ما لا نهايه، حتى 3000 تخلص من 600 اورو الا كنت زعما في شارد فلات، معناها عايش مع ناس وعندك غرفه واحده كريهه، وما يهمكش تعيش مع 3 ولا 2 من الناس في دار واحده، وانت عندك شومبرا تاعك برايفت يشار كوميونال ارياز معاهم اللي هما الكوزينه كما يقولوا التوانسه كوجينه والتويلت. هذه حاجه تهمك ترجع عليك انت. وكاين اللي يحب يكري استوديو وحده، استوديو يبدا من 750 اورو اون افريج حتى ال 1000، ومن بعد من 1000 وطلع تلقى ال bigger places، معناها 3 rooms apartment 2 rooms apartment. دونك انت دير حسابك. بصح الحاجه اللي لازمك تفهمها انه هذيك الدراهم اسكو تكفيني بعد ما نحي التاكسز. ونقول لك باللي it depends على اللايف تاعك، اللايف ستايل تاعك. الا تحب تحوس بزاف، تحب تسافر بزاف، تحب دير طوموبيل، تحب دير كلش، 3100 ارجيوبلي ماهيش راح. وإلا كنت انت عايش مودستلي، معناها ما تصرفش بزاف، ما تحوسش بزاف، نقولوا تسافر 3 خطرات في العام، خطرتين في العام، راح تسيفي بزاف. اون افريج انا نقول بالنسبه لي شخصيا، نحكي على تجربتي الخاصه. انا في برلين شحال نصرف مثلا في الشهر؟ نصرف بين 1400 حتى 1600 1700 للشهر. دونك الا كنت نقولوا الماكله تاعك everything on average to be 300 يورو 400 يورو 500 يورو، هذه الا كنت صمتها بالماكله. عندك الكرا تاعك نقولوا بين 900 وبين 600 حتى 1100، هذوما البيجست كوست. ومن بعد تبقاو سبسكريبشنز والحوايج الاخرين ما همش راح يكون عندهم بيج كوست على حياتك. دونك رانا حكينا على هاد الامور الكل، حكينا على المدخول تاعك شحال، حكينا على الشهريه تاعك، اسكو انت تكفيك الدراهم هذه، اسكو انت اوكي تخلص الضرائب. انا شخصيا ما عندي حتى مشكل نخلص الضرائب هنايا في المانيا. جست تشيكين الباتري تاع المايك الى مازال. انا شخصيا ما عندي حتى مشكل نخلص هذه الضرائب، بالعكس نشوف فيها حاجه مليحه، لانه الضرائب هذو اللي نخلصهم راح نستفيد منهم، ونحب نعيش في دوله اللي كما نقولوا احنا تكون فيها سوشيال ويلفير سيستم كما تاع يوروب، بيكوز نحس بلي هذه الدول يكون فيهم الامان اكثر. دونك هذه الحاجه المهمه اللي حبيت نحكي فيها في الفيديو تاع اليوم. اوكي.